السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي يا صحبة الجنة؟ وحشتوني 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 يا بنات فوق ما تتخيلوا. يلا بينا بقى نحاول على قد ما نقدر نتكيف مع الظروف اللي احنا عايشين معاها. المؤمن مبتلى ودايما كلنا ابتلاءات، بس عايزين في وسط الابتلاءات نطلع بالحسنات برضو. طبعا كنا هنجيب مشتريات الشهر زي ما انتوا عارفين، بس حبيت ادي لنفسي وليكم احساس بالصدقات من دلوقتي، صدقة لينا وللسنة كلها. محدش عارف عمره رايح فين. الفترة اللي انا موجوده فيها دلوقتي علمتني حاجات كتير، وعلمتني ان انا ابقى دايما سابقه بالنيه، انما الاعمال بالنيات. وبما إنه قلنا نيات وشاورنا على لون اخضر، يبقى زي ما متعودين بنزرع نخله في الفيديو. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. بس زي كل مرة معاكم، أنا الصدقات بتبقى مختلفة في شهر رمضان إن شاء الله، والسنة دي هتبقى برضو مختلفة أكتر. السنة اللي فاتت أنا كنت بحوش للبيت وكنت بطلع صدقات، لكن بصراحة السنة دي مش هيكون في إمكانيات نحوش للبيت ونطلع صدقات، فالصدقات هتكون أولى بإذن الله. إن شاء الله المشتريات اللي انتوا شايفينها دلوقتي ديت، دي زوجي جابها على أساس إن هي مشتريات الشهر وكده أول ما قبضنا، لكن أنا هشيل منها جزء للصدقات، صدقة لشهر رمضان إن شاء الله. لسه بدري يا هنا، انا عارفه ان لسه بدري يا حبايب هنا، بس انا حبيت اذكركم واذكر نفسي. لو انتوا حابين تخزنوا للبيت عادي جدا، وبتاخدوا برضو اجر البيت، برضو الاقربون اولى بالمعروف. لكن لو حابين انتوا كمان تشيلوا صدقه لشهر رمضان، يلا بدأي معايا من دلوقتي، علشان يكون عندك اسره او اسرتين، مش لازم كل مره نفس العدد. الاسر الكتير اللي كنا بنطلعها يا رب تكون اسره واحده، وربما درهم سبق 1000 درهم. يعني ايه يا هنا؟ يعني ربما اسره واحده بس تسبق واحد ممكن يتصدق على الاف من الاسر. ربنا يا رب يبارك لكل واحد في رزقه، بس انت لما تكوني محتاجه الحاجه دي وتتصدقي بيها بيكون طبعا اجرها كبير جدا زي ما انتوا عارفين. جبنا ايه؟ جبنا مكرونه بساطه اللي انتوا شايفينها ديت ب7 جنيه ونص من العربيه بتاعه الجيش. بصراحه حلوه يا بنات، انا عملت منها شعريه بسكر، بصراحه حلوه جدا. وجبت الرز ده زي ما انتوا شايفين، هو ب17 ونص، بس برضو الفكره فيه انه 900 جرام مش كيلو كامل. طيب هنعمل ايه يا هنا؟ هنعمل ايه؟ لسه بدري يا هنا، هقول لكم احنا هنعمل ايه. احنا هنعمل دلوقتي صندوق او كرتونه رمضان الصغنططه اللي انتوا هتشوفوها معايا دلوقتي. ناخد روحانيات رمضان، ناخد فعل الصدقات، ناخد يعني الاجر والروحانيات بتاعت الايام الخير اللي احنا فيها. ان احنا هنعمل ايه؟ هناخد من كل حاجه حاجه، بس هنعمل ايه؟ كل ما يتوفر عندنا حاجه زياده من مصروف البيت او من حاجه البيت، نبدل ازازه الزيت، نبدل كيس المكرونه، نبدل كيس الرز، عشان طبعا لسه فتره طويله. لكن ازازه الخل ممكن تقعد، الملح ممكن يقعد، يعني الحاجات اللي انتوا عارفينها. هنشوف صلاحيه البيكنج باودر والفانيليا والحاجات دي برضو، لو صلاحيتها بعيده هنشيلها عادي، لو صلاحيتها قريبه نجيب الجديد ونشيلها ونحط ناخد القديم ونحط مكانه الجديد. وكله خير من عند الله، وكل ما تنوي خير كل ما ربنا يديكي اضعاف اضعافه. الصدقه دي يا بنات ان شاء الله صدقه رمضان، وان شاء الله باذن واحد احد، باذن واحد احد انا مجدده نيتي ان هي صدقه لاخويا ان شاء الله، صدقه بنيه شفائه باذن واحد احد. بس انا شايلاها لوقتها، لكن النيه صدقه بنيه شفائه يا رب، هو وكل مريض. اللهم امين يا رب العالمين. الايام اللي بقضيها مع اخويا في ابتلاءه ومرضه، ربنا يشفيه ويعافيه هو وكل مبتلى، علمتني حاجات كتير، صقلت من شخصيتي كتير يا بنات، خلتني اشوف الدنيا بطريقه مختلفه مختلفه مختلفه. الحمد لله على كل حال واي حال. ازاي الانسان في يوم وليله حاله بيتبدل، وازاي هو يستعد لليوم ده، وازاي ان الالم بيكون في ميزان حسناته، وازاي ان الانسان اللي قدامك يكون بيتالم وانت مش قادره تعملي له اي حاجه، لكن قادره تعملي احلى واجمل حاجه، انك تدعي له. الدعاء بيغير القدر يا بنات، انك تدعي دعوه بظهر الغيب، انك تدعي لاخوك باخلاص او لاي مريض ايا كان، وتخلي الدعوه عامه ليه ولجميع مرضى المسلمين. انك كمان تشوفي قدام عينيكي التعب، وتعبه هو وتعب ناس كتير اكتر منه، فتحمدي ربنا على النعمه اللي انت فيها. بصوا حواليكم كده يا بنات، هتلاقي نفسك بتقولي انا عندي مشكله، انا ابني تعبني، انا اولادي تعبني، انا صحتي على قدها، انا ما عنديش شغل كتير، انا راتبي قليل، انا زوجي راتبه قليل، انا في مشاكل بيني وبين زوجي، انا في مشاكل بيني وباهل زوجي. والله صدقيني لو شفتي حال غيرك لهتقولي الحمد لله وتشكريه على نعمه، وتقولي يا رب انا عايشه في بحر من النعم. صدقوني انا لما بشوف اخويا وبشوف قد ايه ربنا عز وجل بيلطف بيه وبيسخر له جنود الارض وملائكه السماء، وزي ما احنا متعودين اللهم سخر له جنود الارض وملائكه السماء لقضاء حاجاته. صدقوني بحس بقرب ربنا قوي قوي، بحس بكرم ربنا قوي قوي. يا رب يا رب
قلبي انت كريم، انت حنين، انت عطوف. ربنا خلاني اشوف مع اخويا حنية ربنا اكتر، احسها اكتر والمسها اكتر. ربنا بقى يسخرني الناس ما اعرفهاش، وهو نفسه بقى حاسس بكده. بيقول لي انا حاسس ان مثلا الدكتوره الفلانيه كانها نازله من السماء تاخدني تحطني في المكان الفلاني اللي فعلا بياخد فيه محاليل او حالته بتتحسن بسبب الادويه دي. بيقول لي انا حاسس كده وانا نايم تعبان ان دي حد نازل من السماء واخدني كده وطالع للمكان اللي ربنا هيعفو عني فيه. يا بنات سبحان الله، هو كمان عنده يقين بالشفاء وانا عندي يقين بالشفاء. عندي يقين جوايا بيقول ان ربنا عز وجل ادى لناس كتير معجزات ورحمات منه، ليه ما يكونش اخويا من ضمن الناس اللي عندهم المعجزات؟ ان شاء الله يا رب انا عندي يقين فيك ان اخويا ان شاء الله ربنا يشفيه ويعافيه. ان شاء الله اي مبتلى ربنا يرفع عنه ابتلاء، وبس نجتهد وندعي ونتصدق ويكون عندنا يقين في الله بالابتلاء ده. يعني سبحان الله ده من الله، وكل حاجة من ربنا هي خير، واكيد رب الخير لا ياتي الا بالخير. ربنا يبارك لي فيكم يا رب. وعايزه اقول لكم كمان ان انا في يوم من الايام، من يومين بالظبط تقريبا، انا كنت منهاره بكاء كده. يعني مش حاجة أكتر ما هي يعني وجعي على تعب أخويا يعني. فسبحان الله يعني القلب طبعا أنا مش ملاك، فكنت ببكي. وفي عز بكائي سبحان الله اتصلت بيا أختي، وهقول اسمها، هي ليلى، علشان الكل يدعي لها دعوة بظهر الغيب ربنا يتم شفاها يا رب. هي كانت برضو عندها الابتلاء زي أخويا كده، وربنا عافاها يا رب، ويا رب يتم عفاؤه عنها. وما شاء الله اتفاجئ بيها بتتصل بيا، فانا لقيتها بتكلمني. بقول لها هو انت بتكلميني ليه دلوقتي؟ استغربت. قالت لي عشان حاجه كده جوايا حسستني ان انت عايزه اكلمك يعني عايزه اسمع صوتك. فكنت حاسه ان ربنا عز وجل جابها علشان تطبطب على قلبي ويقول لي اثبتي انا جنبك، انت عندك يقين فيا وانا جنبك ومش هسيبك. الحمد لله على كل حال. ده صندوق صغير زي ما انتم شايفين اهو، حطينا فيه الروح الرمضانيه، حطينا فيه شويه حاجات بسيطه صغنططه كده، رز، سكر، مكرونه شعريه، ازازه زيت، ازازه خل. خليكم كده حلوين كده، وابداوا الصدقات وابداوا النيه وجددوا النيه. ولو حتى كيس مكرونه وكيس رز وكيس سكر، والله كله خير وكله بركه. اهم من حاجه النيه يا بنات. ربنا يا رب يبلغنا الاجر ان شاء الله. يا رب يا رب يعفو عن اخويا وعن كل مبتلى يا ارحم الراحمين، ويشفي مرضى جميع المسلمين، اللهم امين يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وال سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وال سيدنا ابراهيم، وبارك على سيدنا محمد وال سيدنا محمد كما باركت على سيدنا ابراهيم وال سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. نفسي اقعد اتكلم معاكم كتير، سامحوني على تقصيري في التصوير الايام دي غصب عني، لان انا بطلع كتير مع اخويا مشاوير. الحمد لله على كل حال واي حال. بس ان شاء الله باذن الله هكون موجوده معاكم في البثات على قد ما اقدر، لو لقيت نص ساعه كل يوم كده اطلع معاكم. وربنا يا رب يأجرنا جميعا ان شاء الله. كل حاجه بنعملها في يومنا او في اي حاجه في اي وقت من عمرنا عموما بتكون عبارة عن تجديد للنية. ازاي يا هنا؟ تجديد النية بيحول العادة لعبادة. امشي في اي مشوار وجددي نيتك، هتلاقي ربنا مسخر لك كل حاجة في الدنيا، جنود الارض وملائكة